كلمتين للعصفورة اللي معايا في الشغل. انا عايز اقولك طول عمري والله بخاف من العصفورة، علشان زي ما كانت بتروح لامي وبتقول ليها على كل عمايلي وبلاويها، سبحان الله انا لما كبرت لقيت العصفورة على هيئة انسان. واحد ربنا مديله جهل مكفيه عن انه يكون انسان. كله غل وجواه اصفر، انا امله وهو يخون، تملي عليا بيعصفر. يكون قدامي يلبس وش، ويمشي في ظهري يلبس وش، وعند مديري يلبس وش، وانا بسكت واقول معلش، وهو تملي يتمادى، ينقل في كلامه ويزود فيه، وبيضرب فيا ومش عارف ليه، ويشوف له حوار ويحط عليه حبة بهارات من تأليفه علشان يترقى ويبقى كبير. قول لي يا عم سياد العصافير، بتحس بإيه لما بتنقل أخبار للمشرف ومديرك؟ في حوافز بتاخدها يا أمور، ولا حاجات تانية بيديلك؟ أنا ما أقصدش إهانة يا عصفور، أنا قصدي أقول إن أنا وجميع الزملاء بندعيلك ربنا ياخدك. يا ابني افهم، ربنا بيدي اللي سالك مش بيدي العيل أصفر. ربنا بيكرمنا أكتر لما ندي مش نعصفر. حب مرة الخير لغيرك وانت تلقى الخير ده عندك، حب أكتر تلقى أكتر. ربنا بيدينا أصلا لما ندي مش نعصفر. يا رب تكون فهمت حاجة.